ايه ازيكم؟ الاهلي باقدام طاهر محمد طاهر باشا يفوز النادي الاهلي على سموحه 2-1. استنى تحيه لطاهر والله. انا ما بعملهاش في القناه لاول مره في التاريخ اعملها في القناه، بس طاهر الجون ده فرق قوي الصراحه. فرحت بيه. بس احنا ده انا ما يطمنش الصراحه. بس انا طاهر خد بوس، بحبك ريد بول يا تخيشوان. خد 500 ريد بول يا جدع. هشتري لك كل يوم ريد بول يا اخي لاجل الجون ده والله. بس في المجمل يعني اداء الاهلي ما كانش احسن حاجه. اداء لعيبه صعبه قوي، خصوصا امام عاشور وزيزو وتريزيجيه. محمد شريف ها بس ياخد على فكره الفتره الجايه. إيه، بالعمري زفت. محمد هاني مش قوي. ياسر ها. مرعي برضو مش قوي. مروان عطيه كويس. في حد تاني لعب؟ مروان عطيه. مين تاني؟ مروان عطيه مش فاكر. الصراحه مروان عطيه واو زيزو وتريزيجيه كانوا بيلعبوا في نص الملعب. الشحات و في الهجوم الشحات وشريف وتريزيجيه. يعني تريزيجيه كان بنص الملعب وبيخش شويه. تريزيجيه كان سيء الصراحه. شفت ان هو ماداش احسن حاجه. كور كتير بتقطع منه. ما بيلعبش جماعي فردي. تحركاته بالكرة وحشة. كذلك إمام عاشور وزيزو، لعيبة تحس إنها أصلا ما بتتحركش. لو إيه يعني المفروض يعملوا أداء أحسن من كده. يعني متفهمش جايبينهم بملايين ملايين، ما فيش برضه حاجة صعبة يعني. شوبير برضه جات له كذا كورة. يعني كان متماسك فيها شويه. بس الكره الوحيده اللي ما فهمتهاش لما خرج من الجون. انت بتخرج من ليه من الجون يا اسطى؟ يا اسطى الكره اصلا كانت رايحه، مش فاكر لمين اللي كان ضاغط وكان هياخدها لاعب الاهلي. انت ليه طلعت اصلا؟ طلعت عملت كارثه ورحت راجع تاني. الحمد لله لولا ستر ربنا كان ممكن تجيب جون عادي جدا لو اللاعب ركز شويه، فيه مخ شويه عنده. لكن ها يعني في امال لسه في الدوري. قلت لك زي ما اسلام مهدي قالها لك وانا قلتها لك. احنا في الدوري ده هنعتمد على غباء الاخرين فقط لا غير، والاهلي وشعار الاهلي بس. غير كده ما تلاقيش، ما فيش. يعني ولسه الدوري ولسه فيه امال يعني ان شاء الله. يعني بيراميدز والزمالك يتعثروا الماتش اللي جاي ويبقى في صالح الاهلي يعني، والاهلي يكسب بيراميدز والزمالك وان شاء الله ياخد الدوري. ما اعرفش ازاي بالاداء المقرف ده. انا صراحه مش متفائل الفتره الجايه باداء الاهلي. حاسس اداء الاهلي مش احسن حاجه. ما يطمنش. مفيش روح، مفيش عزيمه، مفيش اصرار، مفيش اي حاجه. اه ونسيت صحيح اتكلم عن لقطتين، اخر لقطتين اتكلم عليهم. جمهور يا جماعه. الجمهور هو اللي جاب المكسب الصراحه. الجمهور كان حاجه تفرح والله. الجمهور حاجه جميله وحاجه تشرف وحاجه حلوه. ان هو يشجع 90 دقيقه ورا الاهلي في اي مكان وفي اي مكان. يعني بيشجع الاهلي ووراه في كل حته، ما بيسيبوش حتى هو في اسوأ حالاته. يعني تحيه هنا من منبري هذا للجمهور الاهلي الجميل العظيم اللي شجع واللي جاب الفوز بصوته 90 دقيقه. اخر حاجه عايز اختم بكره شريف. كرة شريف الصراحة أنا ما فهمتش هو عملها ليه يعني. ما فهمتش هو عمل كده ازاي وليه وحصلت كده ازاي وايه اللي خلاه يلعبها كده أصلا وراحت كده ليه. وحاجات كتير يعني. بس أنا الصراحة الحملة اللي معمولة على شريف دي اللي هي الضحك وكده يعني ما مش أحسن حاجة الصراحة. أنا مش من هو من منصريها، مش من منصريها أو هويتها يعني إن أنا احبذ على كده. يعني ان انا اشوف البتاع دي واضحك مثلا او اتريق عليه او كده، لا. انا عايز شريف يرجع ويبقى احسن الكرة عشان تأثر على نفسيته ولا حاجة. احنا مش ناقصين يعني. مصدقنا ان هو يرجع وان شاء الله يرجع الفترة الجاية يعني. والمدرب اللي جاي يعني بعد ما طارق ده ان شاء الله يمشي يلعب شريف كده وطاهر ويلعب اللعيبة اللي هي عايزة تلعب بالاهلي بجد. شريف وطاهر ومين تاني ومروان عطية والشحات. دول ابرز لعيبة المفروض تلعب. الباقي لو عايز تبيع بيع او عايز تقعدهم على الدكه وتطلع الناشئين اعمل كده فعلا. بس يعني فانا زعلت لما الناس عملت كده وقعدت تعمل حمله وضحك على شريف وكده يعني. مش احسن حاجه يعني. بس ها يعني هي صراحه لا تضحك يعني. اي حد كان بيضحك عليها الصراحه. هي تضحك بس انا ضد التريقه والسف عليه يعني. هو لاعب واكيد بيتاثر بالحاجات دي، فنهدى شويه يا جماعه فاهمني. بس كده قلت اطلع اقول رايي في ماتش الاهلي. ما كانش احسن حاجه. ما انبسطتش باداء الاهلي بقالي فتره. الماتشات الاهلي بقت تخنقني وبقيت بستناها بفارغ الصبر عشان تخلص بصراحه. فربنا يعديها على خير يعني. وعندك فتره من هنا لحد ماتش بيراميدز الجاي. إيه ادرس بقى اسمه ايه ده حط اللعيبه في مراكزها. فتره اعداد كويسه عشان تهيئ اللعيبه لبقيه ماتشات الدوري كده يعني.
تعمل لهم نظام بدني وتأهيلي ونفسي وكده، ان هم يتهيأوا ان هم يلعبوا الماتشات اللي جاية بروح وكده يعني، عشان الماتشات الجاية هتبقى ضغطة صعبة يعني، على الجمهور وعلى الفريق وعلى كل حاجة يعني. فربنا يستر الفترة الجاية وتعدي على خير، والأهلي بطل الدوري إن شاء الله، والزمالك إن شاء الله ما ياخدش الدوري. عندي إحساس كده إن هي ممكن تيجي في آخر كام ماتش كده وتدرمغ على وشهم، معرفش إزاي، مش فاهم إزاي. بس أنا بالنسبة لي نسبة الأهلي أقولها لكم والزمالك إن هم ياخدوا الدوري. نسبة الأهلي ياخد دوري 50% للأهلي، 60% للزمالك. بس ده كان فيديو النهارده سريع كده، قلت سريع مش سريع قوي يعني، بقى 6 دقايق. قلت اقول رأيي في ماتش الاهلي وكده، وليه الاهلي لعب وحش وكده يعني، على السريع يعني، ورأيي في كام لقطة. اشوفكم بخير. كان معاكم عمر. لو لسه ما عملتش لايك اعمل لايك، كومنت، شير، وظبط الدنيا كده، وخلينا نوصل الفيديو ده 15 لايك. ده تحدي ليكم. سلام.